هحكي لكم قصة جميلة قوي سمعتها، والقصة دي فيها كده برضو يعني عبرة حلوة قوي. بيقول في القصة دي ان في شخص كان بسيط جدا، كان بيشتغل في عمل القماش بتاع المراكب الشراعية. عارفين المراكب الشراعية بيكون ليها شراع كده قماش، فهو كان بيعمل القماش بتاع المراكب دي، بتاع الشراع ده. فكان بيقعد السنة كلها يعمل القماش ده، ويبدأ ان هو يبيعه ويكسب منه. فكان شغال على ده في فترة كويسة، مفيش مشكلة، كان كل سنة يبيع الحاجة ويكسب منها فلوس. جت في سنة من السنين عمل القماش وقعد فعلا عليه سنة كاملة يشتغل فيه، وراح عشان خاطر يبيعه. كان في واحد قبله سبقه وراح للتجار وباع القماش كله. فلما راح له هو قال له خلاص انا اشتريت من التاجر اللي قبلك. فزعل جدا طبعا، لان حس كل التعب اللي هو تعبه طول السنة راح عليه، وغير كده الحاجات اللي هو جايبها دي جايبها بفلوس، فكل الفلوس اللي بتاعت رأس ماله كده ضاعت. ما عرفش ان هو يكسب منها او حتى يرجع حتى راس المال